قصه اخرى مؤلمه هذه تفكرتها. واحد دابا كندير ساعات اضافيه للطلبه، الطلبه ماشي للباك قبل تحت الباك، الطلبه الفوق الباك. كندير لهم ساعات اضافيه. واحد الام صونت لي واحد المره وقالت لي الابن ديالي بغى يدير عندك الساعات اضافيه ولكن ما بغاش يديرهم مع الجروب، قالت لي عنده واحد الحاله خاصه، قالت لي بغيتك تخدم معاه انديفيديوال يعني بوحدو. وفاش يعني جلست معاه، انسان ما كيهدرش، ما كيسولش، ما كيديرش ردات فعل. انا كنشرح ليه هو غير كيشوف واش فهم ولا ما. انا فاش كنعطيه فقط كيجاوب بالورقه وستي، بحال انا كنشرح ليه شفويا ولكن هو كيجاوبني كتابيا. انا بغيت نعرف غير واش كيهضر ولا ما كيهضرش. سولت الام ديالو من بعد، قالت لي لا راه عادي، قالت لي راه كيهضر وكل شيء ولكن شنو وقع ليه. قالت لي حنا اللي خرجنا عليه. قالت لي فاش خدا الباك سيونس مات، هو شنو بغى يدير؟ بغى يدير شعبه واحده اخرى ديال، بغى يدير المات في لافاك، بغى يدير المات في لافاك وبغى يبقى مكمل المات في لافاك. شنو داروا ليه هما؟ فرضوا عليه انه يمشي لواحد المؤسسه اخرى بلا ما نقول السميه ديالها، اللي بعيده شويه على الماط. وفاش مشى هو كان مولف انه كيقرا مزيان وانه كل شيء كيفهمه بسهوله، وانه فاش مشى لهذيك الشعبه الاخرى تزير بهذا المعنى، ما قدرش انه يساير الامور. كيشوف الاستاذ كيشرح شي حاجه ما قادرش انه يستوعبها. جاه مرض نفسي وانهيار عصبي. وهذيك السنه الاولى من بعد الباك صافي وقف في النص ديال السنه، ما قدرش انه يكمل، ومشاو كيتبعوا ليه عند واحد الطبيب نفساني. وهذا الطبيب النفساني فرض على هاد الاسره انها صافي غتخليه يرتاح واحد سنه، ما خصوش الضغط مره اخرى. وعاد ارتاح سنه اخرى من بعد الباك، من بعد يعني بحال دوز سنتين من بعد الباك، عاد بدا ثاني في واحد الاف اس تي بدا كيقرا فيها. يعني عاد رجع للماط وعاد رجع لهاد الامور هذا. وفاش كنشرح ليه هو ما كيهضرش، ما كيسولنيش، غير كنشرح ليه، كنقول ليه يلا دير عاود خدم هذا ليكزيرسيس هذا بحال هذا، خدم هذا كما خدمته انا، كيخدموا بطريقه صحيحه. يعني وخرجوا لي والديه لا في النفسيه ديالو، لا في الدراسه ديالو، لا في المستقبل ديالو، في مجموعه من الامور. الا بقى بحال هكاك واخا كاع يوصل وبقى بهذاك المرض النفسي، صعيب عليه انه يساير الحياه والضغوطات ديال الحياه.